تخيل إن القرآن فيه أكتر من 9000 سطر، منهم سطرين فضلهم قد تلت ال9000 دول. وتخيل إن القرآن فيه أكتر من 6000 آية، فيهم 4 آيات فضلهم قد تلت ال6000 آية دول. يعني لما تقرأ آية واحدة من قل هو الله أحد كأنك قرأت 500 آية من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إيه العظمة دي؟ ده كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي قال من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. إيه اللي في قل هو الله أحد تخلي واحد من الصحابة كان دايما بيصلي إمام بأصحابه فيختم كل مرة الصلاة بقل هو الله أحد؟ فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فلما سألوه قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله تعالى يحبه. أولا قل هو الله أحد اسمها سورة الإخلاص، ما اسمهاش قل هو الله أحد، اسمها سورة الإخلاص، لأنها خالصة من ذكر أي مخلوق بس بتتكلم عن الله، ولأنها خلصت المفاهيم الخاطئة في الأذهان عن تصور الإله، تصورات خاطئة. جت قل هو الله أحد تقول لك إلهنا مش صنم معظم زي ما كان عند العرب، ولا إله وصل لمقام الإله بعد صراع مع آلهة أخرى زي في حضارات سابقة للإسلام. ويروي الإمام البيهقي يوم ما تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين بيقولوا له انسب لنا ربك، يعني اسمه ايه وابن مين؟ انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فجت في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الصفات الثلاثة المبهرة عن الإله: التفرد ليس كمثله شيء، والعون يحب الدعم والمساعدة، والاستغناء لا يستمد شيئا من أحد، فهو متفرد يحب العون ومستغني عن كل شيء. قل هو الله أحد لها معاني كتير، منها أنه متميز مش زي الآلهة، ليس حجر صنعتموه زي هبل ومنات، ولا شجرة عظمتموها زي شجرة ذات أنواط المشهورة عند العرب اللي كانت بتدبل كل عام، ولا إنسان كآلهة قوم نوح يعتريه الضعف والمرض. الله أحد. كرم عطاؤه ليس كعطاء أحد، فهو متفرد. وسع عفوه بحيث يشمل عظام الذنوب، ليس كعفو أحد سبحانه وتعالى، متفرد متميز. الصفة الثانية يحب الدعم، الله الصمد، والصمد يعني السيد الذي يلجأ الناس له في الشدائد والحوائج. لما هرب سيدنا معاوية بن أبي سفيان في فتح مكة قبل ما يسلم وطلع وركب البحر، وكانوا وقتها كلهم مشركين، ومشيوا شوية وقامت عاصفة فإذا بربان السفينة وكان مشرك، قال أيها الناس اعلموا أنه لن تنفعكم آلهتكم هاهنا فالجأوا لرب السماء. فقام قايل سيدنا معاوية لئن لم ينجني في البحر إلا رب السماء فلن ينجني في البر إلا هو، ورجع وأسلم مع سيدنا محمد. الله الذي يلجأ إليه في الشدائد، وعطاؤه فوق كل الشدائد. سيدنا ابن عباس بيقول الصمد الباقي الذي يلجأ إليه على الدوام. فربك أحد متفرد متميز ليس كمثله شيء، ربك يحب الدعم والمساعدة، الله الصمد. ثم يبقى لا يستمد شيء من أحد، هو قائم بذاته، لم يلد، ما عندوش احتياج يبقى عنده ولاد فيونسوه ويساعدوه، ولم تكن له صاحبة حتى يأتي منها بالولد، ولم يولد يعني مش مفتقر للأب والأم عشان يجيبوه للدنيا، ولم يكن له كفوا أحد. يعني إيه كفوا؟ يعني حد يكافئه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا
إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هو غفور وحليم وصبور على الناس سبحانه وتعالى، وهو اللي ممسك السماوات. ما وصلت إليه البشرية لا يكافئ الله. هم تقدموا في الأرض والبحر والهواء، لكن البشرية كلها ما يعرفوش يخلقوا دبانة تبدأ بيضة ثم تنمو حتى تكتمل. البشرية كلها ما يعرفوش يزودوا لحظة في حياة إنسان قضى الله عليه بالموت. هو فقط لم يكن له كفوا أحد، فهو متفرد أحد متميز، يحب الدعم، الصمد يلجأ إليه في الشدائد ولا يستمد من أحد ولا من شيء أي عون، فهو قائم بذاته ولم يكن له شبيه ولا مماثل ولم يكن له كفوا أحد. إيه رأيك؟ ما تفوتش قراءة قل هو الله أحد 3 مرات كل يوم عشان تبقى كأنك ختمت القرآن في هذا العصر السريع المتلاحق، لكن بتختمه كل يوم. اللهم يا قريبا غير بعيد احفظ علينا عقيدة التوحيد. سيظل حادث تحويل القبلة ماثلا أمام الأمة الإسلامية، يذكرها بأهمية اليقين والتسليم لأمر الله عز وجل والانقياد لأوامره، وأهمية الثبات في الشدة والأزمات، خاصة أمام الشبهات التي يثيرها أعداء الأمة دون انقطاع في كل زمان ومكان، والرد عليها لنحمي ضعاف الإيمان من التأثر بها. وهكذا جاء تحويل القبلة ليؤكد على تمايز شخصية الأمة المسلمة عن غيرها في كل شيء، اعتقادا ورسالة، تشريعا ومنهجا، أخلاقا وسلوكا، أمة وسطا. وصدق الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حب وسرور وهناء دوما